في خبر عاجل الآن، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا جابر عيسى اغتيل برفقة شخصين آخرين شمالي غرب البلاد. وذكر المركز أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جابر عيسى وشخصين آخرين بشكل مباشر على طريق طرطوس، ما أدى إلى مقتلهم في جريمة لا تزال دافعها غامضة. وكان برفقة الشيخ جابر عيسى اثنان من كبار رجال الدين من الطائفة العلوية، حيث استهدفه برصاص مباشر استهدف سيارة يستقلونها على طريق طرطوس دمشق. والضحايا هم رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة الشيخ جابر محمود عيسى، والشيخ هيثم معلى من قرية بقعو، والشيخ محمد وطفة، فيما لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى هذه اللحظة. وتشهد المناطق السورية حالة من الفوضى والانفلات الأمني والأعمال الانتقامية في ظل الفراغ الأمني. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.